حصاد الجنوب أهلا بكم. اطلع الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقاء عقده اليوم السبت بالرياض مع الشيخ توكل سالم ياسين رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس العام لأبناء المهرة وسوق قطرة، حيث اطلع على مستجدات الأوضاع بمحافظة المهرة أمنيا وإنسانيا. اللقاء استعرض تداعيات النزوح المسيس في محافظة المهرة ومخطط التغيير الديمغرافي من قبل قوى معادية للسيطرة على المحافظة ومواردها، حيث جدد الرئيس الزبيدي دعمه مطالب أبناء محافظتي المهرة وسقطرى بإدارة شؤون المحافظتين وتأمينهما. وفي سياق آخر، بحث الرئيس القائد عيدروس الزبيدي خلال استقباله محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي اليوم السبت الأوضاع في المحافظة. اللقاء ناقش التطورات في البيضاء ومعاناة أبنائها من انتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والممارسات غير الإنسانية الممنهجة ضد أبناء المحافظة، بالإضافة إلى الموقف العسكري في جبهة محافظة البيضاء وجهود رفع الجاهزية القتالية لأفراد المقاومة ردًا على تصعيد الميليشيات الحوثية. قصفت القوات المسلحة الجنوبية اليوم السبت مواقع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران إثر إطلاقها عددا من الطائرات المسيرة في جبهة حبي الحنش في المسيمر بمحافظة لحج. مصادر ميدانية كشفت عن استهداف طائرة مسيرة حوثية مواقع للواء العاشر الصاعقة، ما أدى لاستشهاد الجندي فضل الجبلي، في حين ردت مدفعية القوات الجنوبية بدك مواقع الميليشيا الإرهابية وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. شهدت المناطق الشرقية لمديرية تريم بمحافظة حضرموت اليوم مسيرة سلمية جماهيرية للمطالبة برحيل المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة ميليشيا الإخوان الإرهابية. المتظاهرون نددوا بالانفلات الأمني في وادي حضرموت بتحريض من تنظيم الإخوان الإرهابي، مشددين على ضرورة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض ووضع حلول سريعة لإيقاف تدهور العملة المحلية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.